مرحبا صبايا، يسعد لي اوقاتكم. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طمنوني عنكم، ايش اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. صار لي هيك فتره كم من نهار غايبه، ما كتير، بس يعني انه واحد حسب وقته حسب ظروفه. فهون رجعت لكم بروتين جديد وفيديو جديد ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. خلونا ببداية الفيديو نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلشنا الفيديو أو بلشنا نهارنا بروتين من روتين الشهر الفضيل. بالبداية بترتيبات البيت. طبعا قبل ما رتبت البيت صلينا الضحى وقرأنا شوي في القرآن، الله يتقبل منا ومتجمع إن شاء الله يا رب. وبعد قمنا على ترتيبات البيت. قبل رمضان كان روتيننا غير هذا الروتين، بس بالشهر الفضيل سبحان الله بيبقى كل روتيناته غير. الله يا ربي أكرمنا فيه ويتقبل إن شاء الله صيامنا منا ومنكم ومن أمة محمد إن شاء الله يا رب. فهون بلشت بترتيبات البيت. سبحان الله ترتيبات البيت ما بتخلصش قد ما قلتي، يعني إنه اليوم ما عندي شغل، بس سبحان الله إلا ما يبقى إنه في شغلات يعني بدك تزبطيها في البيت. هلا بالأخص اللي عنده أولاد صغار، مو بس اللي عنده أولاد صغار، طبعا أي ست بيت أي عيلة في إلها تظبيطاتها وترتيباتها وروتينها. كل ست بيت إلها روتين، بس سبحان الله اللي عنده أولاد صغار إجمالا روتين ترتيب البيت هذا أهم شيء عنده، لأنه ما شاء الله الله يحمي أولادنا أولادكم أولاد الجميع. فإجمالا يعني بضلوا إنه بدك تضلي ملاحقتيهم بالنسبة للبيت. فقمت لملمنا زبطنا ركنا شوي في هالبيت، وكنسنا السداج ومسحنا الأراضي مسحنا الغبرة. رتبنا شوي في المطبخ. سبحان الله يعني قلت لكم إيش قد ما كنت يعني بتقولي ما في شغل، بس إجمالا سبحانه وتعالى إنه إلا ما يعني يطلع عندك شغل. إيه والله يا صبايا. وبالأخص هلأ يعني صار هلا بلشت تعزيلات العيد، ما بعرف كتبولي بالتعليقات بلشتوا بتعزيلات العيد بتظبيطات العيد. يعني شفتوا هلا بدك تعزلي، بدك تسوي كعك العيد، تشتري مشتريات العيد للأولاد أو للبيت حتى. فالله هيك يا رب يكرمنا ويرزقنا إن شاء الله نحن والسامعين كلياتهم يا رب. كتبولي بالتعليقات بلشتوا بالتعزيل وسويان الكعك العيد ولا لسه؟ هلا أنا والله للصراحة لسه ما بلشت. إن شاء الله بدي أبلش إنه الأسبوع الجاي إن شاء الله وتعالى. هلا بالنسبة تعزيلات ما عندي شي كتير، وكعك العيد يعني أنا على قد عيلتي أو على قد ضيوفي إجمالا، فما بسوي كميات كبيرة بالنسبة للكعك. إن شاء الله رح أشارككم الطريقة، وإنتو كمان تكتبولي بالتعليقات من أي بلد عم بتتابعوني، وإيش تجهيزاتكم للعيد، وإيش الحلويات اللي بتقدموها مثلا بالعيد. الله يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بالخير والصحة والسلام إن شاء الله يا رب. فقلت لكم أنا لسه ما بلشت، إن شاء الله للأيام الجاية رح أبلش. وحتى بمشتريات العيد كمان لسه ما اشتريت، يعني كمان رح أشارككم إن شاء الله بالأيام، يعني بس أنزل وأشتري. فلا تنسوني بتعليقاتكم الحلوة، واللي ما هو مشترك بقناتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل حتى يصلكم كل شي جديد أنا بقدمه. خلي لي قلب الصبايا كلياتكم، لأنه والله تفاعلكم كتير قليل، ففضلا وليس أمرا. اللي ما هو مشترك يشترك، وإن شاء الله فيديوهاتي تعجبكم وفيكم بتكبر قناتي هو على كل حال. فبريد إنه يعني تعطوني هيك طاقة إيجابية حتى أضل مستمرة وأضل متابعة، ويكون هيك عندي الشي اللي أنا كنت يعني حلمانة فيه. بتمنى منكم إنه ما تخيبوا لي أملي، إنه أضل مستمرة فيه وتشجعوني. خلي لي قلب الصبايا كلياتهم. اي والله يا صبايا، هلا هون خلصت مسح الأراضي وخلصت الغبرة، ومع تنكيتات بنتي على فكرة، يعني إنه أنا برتب من هون ما شاء الله حولها بتنكت لي من هون. اي والله يا صبايا. فهون خلصت وجيت على المطبخ كمان هيك أزبط لي كم شغلة فيه، وراح أبلش بطبختي. طبختي خفيفة ويعني ما إنه إيش اسمه يعني بتغلب كتير. فاصوليا
خضرة ورز منا. فتابعوا الفيديو للأخير وشوفوا طريقتي، لأنه أنا سويتها طريقة مختلفة، ما حطيت لها بندورة، حطيت لها دبس البندورة بمرقة، يعني كتير طلعت طيبة. تابعوا الوصفة وتابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله يعجبكم يا حبايبي. كتبوا لي إنه أنتوا مثلا من محبينها بزيت ولا بلحمة. الله يشوفوا إجمالا على الطريقتين طيبة. بالنسبة للفاصوليا الخضراء بالزيت سبحان الله بتبقى أكلة كتير طيبة، يعني عملتيها بزيت أو بلحمة على الطرفين كتير طيبة. كتبوا لي أنتوا من محبينها ولا ما في خلق ما بتحبها، في خلق لا يعني بترغب له. فالله يديم علينا نعمة ويرزقنا ويرزق الجميع إن شاء الله يا رب. وإيش عم تطبخوا هالأيام؟ بما إنه هلأ بلشنا بالعشرة الأواخر من الشهر الفضيل، إيش هيك طبختوا طبخاتكم كلها ولا لسه في طبخات ببالكم رح تطبخوها؟ الله إن شاء الله هيك أكرمنا. هلا شوفوا هو الشهر مولى الأكل ولولا الشرب، شهر العبادة وفعلا والتقوى وقراءة القرآن، فالله يتقبل إن شاء الله منا ومن الجميع. يعني سوينا اللي علينا وإن شاء الله الله هيك يا رب نكون إن شاء الله من هيك رب العالمين متقبل إن شاء الله صيامنا وقيامنا نحن والسامعين كلهم يا رب. فهون عم بشرح لكم على الأكلة. هلا كل واحد له طريقة، كل واحد له مثلا نفسه على الأكل. أنا هاي تاني مرة بطبخها. أنا مالي بالعادة أنا ما بطبخها بدبس البندورة، بس ما أنا متوفر عندي البندورة البلدية، لأنه هو إذا ما كان بندورة بلدية ما أنا طيبة. فهنا شفتوا البندورة هاي بقولوا لها بلاستيكية، يعني ما لها طعمة خالص، يعني على السلطة ما عمل لها طعمة. فوالله الصراحة ما حبيت أحطها على الفاصوليا، فاستبدلتها بالدبس البندورة، وعن جد كتير طلعت طيبة وبنصحكم يعني تجربوها. هلا هون أنا قليت الدهنة، قليت اللحمة. اللحمة المتوفرة عندكم يعني موهي، وعلى فكرة حتى بزيت بتطلع طيبة، يعني حتى لو ما طبختوها بلحمة ومرقة الدبس البندورة عن جد كمان بتطلع طيبة. هلا أنا قبل بمرة ما طبختها والله الصراحة، بس يعني شفتوا الزيت يعني بنكه هي الأكلة، وبالأخص مع الحامض إنه بنكه، يعني ما إنه طعمة ما يعني طيبة خالص. فهون أنا حطيت للحمة بهار أسود والملح بس. هلا في غير بلدان بحطوا لها غير شغلات. كل بلد وإلها يعني نفسها وإلها روتينها في الأكل. هاي نحن حطينا لبس البهار والملح وقليتها تقلاية كويسة، وفوق منها طبيت الفاصولية. أنا كنت مفرستها للفاصولية. فوقت اللي طالعتها خليتها تحل ومثل عادة. والله ما خسلتها للصراحة، لأنه أنا وقت اللي فرستها كنت خيسلتها ومركنتها وغيليتها، فما خسلتها. هلا في خلق إنه بخسلوه وهيك، أنا ما خسلتها، خليتي يحل مثل عادة البوص وحيطتها بالمصفاية. وبعد منه هون وقت قليت اللحمة وخلصت طبيتها وقليتها كم تقلاية، وحطيت فوق منها 2.5 كاس كبار مي. كمان خليتها تغلي، خفت انه تشد على الدبس البندورة. فللاحتياط بما انه رمضان يعني اجباري عندك وقت بدك تلحقي اكلك، فانه غليتها غلوتين بمي حلوة. وبعد منها طبيت دبس البندورة، ما طبيتها قوام. وانا بنصحكم بهي الشغلة بالاخص الفاصولية، وفي غير شغلات، في بامة، في بازيلا، في منهم بشد على الدبس البندورة. بقى ما بعرف كتبولي بالتعليقات انتوا بتوافقوني هذا الرأي ولا لا لكم رأي تاني. وبالنسبة بنرجع لكعكات العيد، كمان من أي بلد عم بتتابعوني وقلت لكم إنه إيش احتفالاتكم بالعيد، يعني إيش بتقدموا، إيش مثلا الكعك المشهور عندكم. هلا إجمالا أنا كل بلد إلى طقوسة وإلى هيك روتينة، فبتمنى أن تكتبوني بالتعليقات إنه إيش المكونات بالنسبة للكرابيج، بالنسبة لكعك العيد، لقراص بعجوة. إجمالا بحب إنه الآراء، استبدال الآراء بالأحرى، فكتبولي بالتعليقات إنه إيش طقوسكم، أو إيش مثلا مكونات كعك العيد، أو هالأمور هاي اللي قلت لكم عليها، إنه كعك أو كرابيج أو معمول العيد إجمالا إن كان بعجوة أو حتى في فستق.
كتبولي بالتعليقات إنه إيش مكوناتكم وش قد سمنة بتحطوا وش قد زيت. طولت عليكم الفيديو شوي، بس سبحان الله إنه يعني بما إنه هلأ قرب العيد، فإنه إجمالا عم نتساءل عن هالأمور. خليلي قلب الصبايا كلياتكم، وبتمنى أكون هيك يعني فيديوهاتي هيك خفيفة وتستفيدوا منها إن شاء الله يا رب وتتسلوا فيها. خليلي قلب الصبايا كلياتهم. هلا هون وأنا عم بسوي الرز بشعيرية خطر عبالي المتبل، وطلعت ما عندي باذنجان، فاستبدلت الباذنجان بالكوسة. قليت الكوسة، وبعد ما قليته وخليته على محرمة تغب الزيت كله، لأنه سبحان الله بغب كتير زيت، فبطلع هيك طعمته ما هالقد يعني. فحطيته على محرمة إنه لغب الزيت كلياته، وسويت تتبيلة المتبل بتعملوه بالباذنجان يعني. وطبيت فوق منه الكوسة. ما بعرف، حبيت إنه هيك أسوي، وفعلا طلع طيب يعني. ما بعرف إذا أنتوا بتجربوها أو ما بتجربوها. عن جد يعني طلع إنه كتير طيب يعني. إذا ما عندكم باذنجان استبدلوا الكوسة في الباذنجان، عن جد كتير يعني طعمته كتير طيبة، وتقريبا نفس الطعم يعني ما بتختلف إنه عن طعمته كتير. هلا الباذنجان شفتوا منشوي شوي، بس هي قليتها قلي. شفتوا الكوسة ما بينشوى، قليتها قلي، وقلت لكم خليتها تنشف من الزيت على الكامل. أنا هون عملت الخلطة، وبعد المنة طبيته يعني. وبتعرفوا يعني سفرة رمضان ما شاء الله، الله هيك خيره كتير رمضان. واحد قليت بطاطا وقليت هالأمور هاي، وتعشينا والحمد لله رب العالمين. انتوا كتبولي ايش عم تسووا هالايام طبخات، ذاكرونا بطبخات. لسه عنا هيك فترة يعني منيحة. الله هيك يا رب يتقبل منا ومن الجميع ان شاء الله، ويأكرمنا بجاه الشهر الفضيل. هون عم بفرجيكم يعني، مو قلتلكن هون كنت قاليته وتشوفوا سبحان الله شقد بغب زيت يعني، إن كان الباذنجان أو حتى الكوسة. يعني أنا قصدا حطيته على محرمة حتى ياخد الزيت، المحرمة تاخد الزيت كلياته، لأنه عن جد يعني طعمته بصير ما هالقد. اي والله يا صبايا. فهون كنت عاملة الخلطة، الثوم والطحينة. هلا في خلق بحبوا طحينته تكون ظاهرة كتير، في خلق طحينته لا بحبوها أقل، يعني إنه مثلا الباذنجان أو الكوسة يكون أكتر مثلا. أنا حسيته يعني بنحب إنه يكون الطحينة أكتر مثلا بالنسبة لهي الوصفة. ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي، كتبولي بالتعليقات انتو من المحبين المتبل وإلا ما بتحبوا كمان للمتبل. سبحان الله، وإجمالا بسفرة رمضان دائما بكون متواجد. ما بعرف، أنا بالنسبة إلي أنا كتير بحب إنه المتبل بالأخص برمضان هيك يعني. عندي البطاطا الفتوش والمتبل والكبنية بحبها كتير تكون موجودة متواجدة على سفرة رمضان. ما بعرف، سبحان الله. وهو سبحان الله إنه خيره كتير، بس إنه بحس برمضان وأجواء رمضان بهالأمور. حتى لو عبصون بالأيام العادية بحب إنه هدول الشغلات تكون متواجدة. وكمان كتبولي بالتعليقات إيش تجهيزاتكم ليوم العيد، يعني إيش ناويين تطبخوا. سبحان الله إنه شي محير. هو يوم مثل كل يوم، بس لا هو مميز يعني إنه عيد الله أكبر. بس إنه يعني سبحان الله إله طقوسه وإله بهجته. كمان كتبولي بالتعليقات إنه مثلا بأي بلد إيش طقوسه، إيش طبخاته، إيش بيحتفلوا مثلا بهذا النهار. هلا أنا عندي طبخة على أساس أسويها برمضان، فأجلتها للعيد. أنا سبحان الله دائما هي اللي عندي، هي الأكلة كل عيد كل عيد بدي أطبخها. اللي بيعرفني بيعرف هي إيش هي الأكلة اللي أنا بطبخها كل عيد. رح بطبخ هاي الأكلة، رح أصور لكم وبتشوفوا يعني إيش هي أكلتي المفضلة أنا وعائلتي بمناسبة العيد. الله هيك يا رب يعيدوا علينا، إن كان رمضان ولا العيد، علينا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله أجمعين يا رب.
الله هيك يكرمنا ويجعلنا إن شاء الله من متقابلين صيامنا وقيامنا إن شاء الله يا صبايا، والسامعين كلياتنا. يا سبحان الله، هلأ صاعي إنه هيك بأواخر رمضان، بس صدقوا يا صبايا كتير هيك إنه ما بعرف، أنا كتير هيك بتأثر آخر رمضان بالأخص، يعني إنه أنا أهليتي من جنبي قلتلكن، فكتير بتأثر إذا وقت اللي بيجي وقت اللي بروح، يعني بقرب العيد مثلا إجمالا. يعني ما بعرف إنه الوصف اللي بدي أوصفلكن إياه، يعني واحد إنه مثلا برمضان أو حتى في العيد بتلاقي باللمة بالخلق بالعالم بقرايبينك إجمالا، بس سبحان الله وقت اللي بتكوني ببلاد غربة وما في حدا مثلا جنبك، يعني بتبقى كتير صعبة علينا. فعن جد الله هيك يصبر كل واحد غايب عن بلده. الحمد لله رب العالمين. اي والله يا صوي، عن جد شعور كتير هيك بشع انه تكوني مثلا متغربة ومالك حدا، فكتير بتحني، وبالأخص وقت اللي مثلا بكلك فترة منيحة بعيدة عن أهليتك. عن جد الشعور كتير ما بعرف، يعني ما بينوصف. طبعا اللي عايشه مثلي ممكن يحس فيني مثلا، بس اللي ما نعاشه ما بعرف يعني شلون شعوره. أكيد شعوره حلو، يعني الله يهنيهم يا رب اللي أهليته جنبه يعني، بس اللي أهليته هي لا، شعور بشع. وهاد كان نتيجة عشان خليلي قلبكن وعينكن، لا تنسوني من دعوة حلوة. بأمان الله صبايا، خليلي قلبكن وعينكن.